ناسيف على برار يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم 28/5 القضاء على محافظة الديوانية للأسف خلصت المهلة والحكومة ما نفذت مطالب أهالي عفك المظلومين. القرى اللي تستغيث من كهرباء ماكو، نريد كهرباء، نريد 4 ساعات كهرباء. مشروع المجاري ما تنفذ، اعطينا مهله، طلعنا تظاهرات صار 5 أيام، خلصت المهله وما حد نفذني، ما حد استجاب لنا. هاي الناس اليوم غاضبه، هاي الناس اليوم ملت من الوعود الكاذبه، ملت من وعود الاحزاب الكاذبه. ليش ما حد يتدخل؟ يا محافظ الديوانيه، يا مجلس المحافظه، هن 3 مطالب احنا اعطينا، الماي والكهرباء نريد 4 ساعات، والمباشرة بتنفيذ مشروع مجاري عفك. ومشروع مجاري عفك هذا يهم مستقبل مدينة عفك. احنا ما نريد كلاوات شلون ما كان، لا، أول مرة تحفرون المحطات، مو تفلشون الشوارع، تحفرون مجاري، تفلشون الشوارع وتروحون، مثل مشروع الديوانية اللي صار له من 2013 لحد الآن. تظاهرات الناس هاي مستمرة والناس غاضبة بقضاء عفك، وجاي ننقل لكم الواقع. الناس ملت، هاي القرى عطشانة من العطش، طلعت من العطش، وكهرباء ماكو، الأطفال تصرخ. احنا نريد كهرباء للعراق. احنا اليوم طلعنا مو بس القضاء عفك ولا بس للديوانية، طلعنا للعراق، نريد كهرباء للعراق 24 ساعة. هانا حال كل الدول. ارجع شنو جاي يطفون بيها؟ لا ارجع. شو ليش؟ احنا نريد كهرباء للعراق. بس وقف بمكانك والله كنت بالتظاهر نطالب بحقوقنا المشروعة، نريد كهرباء 24 ساعة. حالنا حال بقية الدول. الحكومة جاء تضحك علينا، كل رئيس وزراء يجي 4 سنوات ويروح يكذب علينا، يقول راح اسوي لكم كهرباء ويكذب. يجي القبله هسه هذا راح يكمل، راح وزع الخزينه كلها للدول، وزع الفلوس مال العراق ويقول ما عندنا كهرباء. لا، اكو كهرباء وتقدرون تسوون كهرباء. فلوس العراق هوايه، تقدرون تتعاقدون ويا اي دوله وتسوون كهرباء 24 ساعه. العراق لازم الشعب العراقي يحكي كلمته كافي. احنا 45 مليون ما نقدر نحقق مطلب واحد. مطلب واحد هو كهرباء 24 ساعة للعراق كله. كل المحافظات طلعوا اليوم. خلينا نستقبل شهر محرم، نستقبل شهر محرم برفض الذل، رفض الفساد. احنا نريد حقوقنا، ما نكذب على الامام الحسين بعد كم يوم لطم وزنجيل واحنا مذلولين وما عندنا كهرباء وما عندنا ماي وما عندنا مشروع مجاري. نطالب بحقوقنا. هاي الاحتجاجات اليوم بقضاء عفك محافظة الديوانية مثل ما تشوفونها اليوم 28/5/2025 بسبب تردي واقع الكهرباء في قضاء عفك. المتظاهرين متواجدين. جاتكم وين؟ وين عمام؟ شيردني حميد.